اهلا وسهلا حبيباتي، نتمنى انكم تكون في احسن الاحوال واحسن الظروف وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا غادي نحضر معكم واحد البقلاوه اللي هي بشكل مختلف، اللي كتجي على هذا الشكل هذا وبمقادير اللي هي بسيطه ان شاء الله. وندوزوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 250 غرام ديال القوقاو و250 غرام جنجلان وجوج معالق ديال سكر كلاصي. كما كتشوفوا معايا هنايا درت شويه الزيت في المقله درتها بارده ودرت القوقاويه يتقلى فيها والزيت بارده ماشي سخونه. غادي نخليه يتحمر واحد شويه وغادي نقلعو من فوق النار وغادي ندوز باش نطحنه. غادي نطحنو في الهاشوار اولا في ديك الطحانه اللي كتطحن المكسرات والعطور. وغادي نطحن كذلك 250 غرام ديال الجنجلان. كتوجد يعني في دقائق اللي هي بسيطه، ما كتاخذلكش الوقت ديالك. تقدري توجديها في بحال في رمضان، توجديها وتحضريها للفطور ديال رمضان. كما كتشوفوا معايا هنايا خديت هاد القصعه اللي غادي ندير فيها 250 غرام ديال القوقاو اللي طحنته مزيان حتى تعلك، والجنجلان كذلك طحنته مزيان حتى هو حتى تعلك، ما كنخليش كاع فيه يعني الفتات ولا ديال القوقاو يبقى. هانتوما كما كتشوفوا معايا هنايا البقلاوه كتجي على شكل حلوه، بحال الحلوه، الشكل ديال الحلوه اللي كنشريو، ماشي حلوه يعني الحلوه يعني هاد لي غاطو اللي كنديروا، لا حلوه اللي كتباع في الحانوت. درت شويه قرفه ودرت جوج معالق ديال المزهر ودرت واحد الرشه ديال الملح. وغادي نجمع بالزبده، غادي نخلط النواشف دابا مزيان نخلطهم وغادي نجمع هاد الخليط بالزبده. بغيتو تزيدوا النكهه فيه اللي تعطيكم نكهه اللي هي لذيذه، تقدروا تزيدوا تجمعوه بالكراميل، ما تجمعوش بالزبده. بالنسبه للكراميل كما كتشوفوا معايا هنا انا كنجمع العجين بالزبده وكنشوف واش كيتكور لي. الا لقيتو ما كيتكورش كنولي نزيد الزبده حتى كنحس بانه كيعطيني، يعني ملي كنديرو في يديا كيتكور، نشكلو على شكل كويرات. وهنا غادي نوريكم ها هو التجميع وشكلته على شكل كره بهذا الحجم هذا. وغادي نشكل تقريبا كامل هاد الخليط هذا، غادي نشكلو كامل على شكل كويرات صغار، نوجدهم على جانب ونخليهم باش ندوز باش نحضر معكم هاد البقلاوه هذه. سهله التحضير، ما كتاخذش وقت بزاف، وكتوجديها بورق الفيلو وكديريها في الفرن ومن بعد تعسليها. مازال غادي نوجد معكم معسلات اللي هما باشكال مختلفه بورق الفيلو. غادي نكمل هاد الكويرات وغادي ندوز باش ناخذ ورق الفيلو. غادي ناخذ وحده ونسرحها، واللي بقى لي غادي نغطيه. دائما نغطيه باش ما ينشفش، لحقاش ورق الفيلو كينشف في الساع. وغادي ندهن هاد الورقه بالزبده. وهنا ما غاديش نسرع باش نوريكم الطريقه، غادي نبقى نجمع ورق الفيلو على شكل بحال لي بلي. شوفوا الطريقه اللي نجمع بها، واخا تعذبكم لان ورق الفيلو في الساع كيتقطع،
واخا تعذبكم يعني كاع ما تخافوا، ما حتى حاجه، تكملوا العمليه ديال الطي وتديروا هاد الكويرات. غادي ندير انا 5 فرقه تاع الفيلو، غادي ندير 5. بعد غادي نجبد هاد الشريط اللي كتشوفوا معايا اللي جاي من هنايا هو الاول، وكنديرو فوق مع هاد الكويرات. عاد غادي نخلي ندير هذاك اللي خليته في الاخير نديرو من الفوق، وغادي نبقى نجمع هكا على شكل حليوات كما كتشوفوا معايا، وغادي نقطعهم بالموس. غادي ناخذ واحد المول وندهنو بالزبده مزيان، وغادي نبقى نجمع الجناب ونقلبها ونحطها، لان نعمد على دوك لي بلي اللي كنا نديروهم من التحت هما اللي خصهم يكونوا في الواجهه باش يعطيونا داك الديكور اللي بغيناه. غادي نستمر في نفس الطريقه، ما غاديش نريض، غادي نستمر حتى كنكمل ورق الفيلو كامل، ونبقى ندير نفس الطريقه كما كتشوفوا معايا. راني جمعتها وغادي ندير الكويرات اللي كنت موجداهم ونغلفها من الجهه اللي من هنايا، ونولي نرد عليها داك الغلاف اللي خليته في الاخير، ونبقى نجمع. كيجي المنظر ديالهم زوين، وكيجي واحد الشكل اللي هو مختلف رائع، كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. نتمنى ان الشرح يكون يعني في المستوى، والفيديو كذلك باش تشوفوا الطريقه مزيان. وهنا كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها، كيجي على هذا الشكل هذا. غادي ندخلها على الفرن وغادي نشيل عليها من الفوق ومن التحت باش تحمر. تحمرنا غير ورق الفيلو، وهانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما خرجتها من الفران هذا هو الشكل ديالها. غادي نعسلها بالعسل، اولا الا ما كانش عندي العسل ندير واحد السيرو اللي ندير 2 كيسان سكر و2 كيسان ماء، وكنخليهم حتى شويه يعقدوا، وكنديرهم بحال السيرو لهاد البقلاوه هذه. انا غادي نعسلها بالعسل اللي كانت عندي متوفره في الدار، وغادي نقدمها. الا بغيت يعني الا بغيتو تزيدوا لها المنظر ديالها واحد الجماليه وواحد الشكل اللي هو زوين، واحد الكويغطات بويض كويغطات بويض، وكتهزوا وحده وكديروها في ديك الكويغطه في الكويغطات، وكيجي واحد المنظر ديالهم اللي هو زوين، وكتقدموهم بالصحه والراحه. انا هنايا غادي ما عنديش الكويغطات، قلبت في البلاكار لقيتهم في البيض وفي الازرق، ما عطاونيش ما عطاونيش يعني واحد الديكور اللي هو زين، واستغنت عليهم وخليتهم لهذا الشكل هذا، لانني غادي نقدمهم للكوتي لوليداتي، ما غاديش نحتفظ فيها بها اولا غادي نقدمها للضيوف. نتوما الا كنتو غادي تقدموها للضيوف، اقترح عليكم انكم تشريو كويغطات بويض وديرهم في وسطها، وماذا بكم عاد الا كان بيستاش مهرمش، وديروا كل حبيبه ديروا فوقها شويه بيستاش، كيعطيها واحد المنظر واحد الجماليه اللي هو زوين. اولا الورق الديكور هذاك الصفر اللي راه كيتباع اللي كيزينوا به الحلويات ويزينوا به حتى هو كذلك، تقدروا انكم تزينوا به هاد البقلاوه هذه، وكيجي واحد المنظر ديالها اللي هو زوين ورائع، والمذاق ديالها لذيذ.
نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى انني نكون فدتكم بواحد يعني واحد الحاجه اللي تستافدوا منها. وشكرا لكم على على لي كومونتير، شكرا لكم على لي زابوني اللي كيتزادوا، والناس اللي دخلت عندي جديده كنقولها مرحبا بكم، وشكرا لكم على جيم اللي كديروا لي. ونتمنى انكم تزيدوا تشجعوني باش نعطيكم يعني اكثر. ما حدكم تشجعوني وديروا لي لي كومونتير ولا جيم. يوتيوب كيطلعني وكنبان للناس اخرين. ونتمنى لكم شهر مبارك ان شاء الله، وعواشر مبروكه، والى اللقاء، والى فيديو جديد ان شاء الله.